نشرة الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أكد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين والمغرب إدانة استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين في قطاع غزة وجميع الانتهاكات والتجاوزات التي تتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية. جاء ذلك في بيان أصدره وزراء خارجية الدول التسع والذي شمل أيضا إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، وتأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب الدول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور، باعتبار انتهاك جسيما للقانون الدولي الإنساني بمثابة جريمة حرب. كما أكد البيان على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين وضمان توفير المعاملة الإنسانية لهم، مع التأكيد على ضرورة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد. وشدد البيان على أن حق الدفاع عن النفس لا يبرر الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبا مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستمد لإطلاق النار. كما أعلن الصليب الأحمر الفلسطيني عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلي في طوباس بالضفة الغربية، كما أصيب 8 فلسطينيين في رام الله جراء هجوم من المستوطنين الإسرائيليين. وقامت قوات الاحتلال أيضا باعتقال 80 فلسطيني في الضفة، بينهم 5 نساء. ختام النشرة، شكرا لكم.